انت لسه ما نمتيش يا سميه؟ ابدا يا بابا، مش جاي لي نوم. هعمل ايه بقى؟ هو قلبك ينجرح تاني؟ لا يا بابا، احنا لسه بنداوي في الجرح ولسه واقفين على البر. شويه كده يا بابا، ما تشغلش بالك. انا بالي مشغول من يوم ما قلتيلي ان خالد البهية حاطط عينيه عليكي. ايوه، ومن يومها وانت مستني وحاطط ايديك على قلبك. وكنت عارف انك هتوصلي للحالة اللي انت فيها دي وتقعدي القعدة دي، بس كنت تقدر تمنعني ساعتها يا بابا. قلتي وقتها انك عايزة تعيش التجربة. مظبوط، كنت عايزة أعيش التجربة، كنت عايزة أعرف بنفسي الدنيا ماشية ازاي والخلق بتوزن بعضها ازاي. كان عندي ثقة كبيرة قوي إن خالد ده واحد مختلف عن أي حد. يا بنتي شوفي، يا بنتي شوفي، لو بصيتي من هنا هتلاقي رجلين الخلق رايحة جاية فوق دماغنا. بس أنا عمري في لحظة ما حسيت إن وجودنا هنا بيقلل من قيمتنا. بس تجربتك مع خالد البهائي حطيتك قدام الإحساس ده. بالعكس، دي خلتني أشوف الصورة بشكل تاني خالص. جايز الزمن ما اديناش، جايز طموحنا كان على قدنا، أو جايز لقمة العيش كانت قليلة، لكن اللي حلمت بيه وكنت مصر أحققه إني أربي ولادي وخليهم يحصلوا على أعلى شهادات. محدش يقدر يغلطك في هدفك ده أبدا يا بابا. ده الشيء الوحيد اللي تقدر تتباهى بيه قدام الدنيا كلها، تربيتك لينا وشهاداتنا. وإذا كان بقى قلبي مكسور ولا مجروح زي ما انت شايف، يبقى أنا اللي حسبتها غلط من البداية. لا، أنا اللي كان لازم أسيب لك مال يسندك. بنتك ليها ميزان تاني خالص، ميزان اتعلمته منك انت ولسه بتوزن بيه الناس. مش انت اللي كنت بتقولي الدنيا هي اللي بتعلمنا وهي اللي بتخلينا شداد؟ ولو جت وزعلتنا في اي يوم اكيد هتفرحنا في اليوم التاني. ما يهمكش انت، بس انا بس هعدي للبر وهتلاقيني زي الاول ويمكن احسن كمان. ربنا يحميك يا بنتي. يا ده نور، تحت امرك يا بوس. شوف لي سمرة فين. عينيا يا بوس. يا ده انا ما ينفعش اقول لك كلمه لما ترد ب100. عينيا يا بص، في ايه؟ بقول لك شوف لي سمرة، يعني حق. انت بتكلم نفسك يا بوس. شفتي زمن سمرة لطفي اليوم وكل يوم عمل في البص ايه؟ ما انت زي الفل اهو، بس انت اللي مش راضي. ما بلاش اللون ده معاه يا سمرة، من الاخر الكلام ده لازمته ايه وتقصدوا بيه ايه يا سمرة؟ اهو كلام والسلام، بس الحدق يفهم. طب الحمد لله، انا لا انا حدق ولا عايز ابقى حدق، ولا في يوم من الايام كنت حدق. يلا يا بنت عشان اوصلك. يلا. توصلني؟ طب اشمعنى؟ قلبي رهيف يا بنت، خايف عليكي من العو اليوم وكل يوم. رهيف؟ يا خوفي منك انت. ليه؟ انا بخوف؟ يا اخويا اذا كنت بتخوف الاسود. الاسود معروف ديتها، لكن البني ادمين اتفت لهم بلاد. كلامك ده اللي مليان الغاز هو اللي بيخوفني. طب تعالي بقى وانا في السكه هحللك كل الالغاز دي. اول لغز بقى. مين نوال عابد دي؟ الله، انت تعرفيها؟ يا بص، معرفش. بتسالي ليه طيب؟
بسأل ليه؟ ده انت مكلم عليها طوب الارض، ناس بتدور لك عليها في الويلي، وناس بتدور لك في شبرا، وناس بتدور لك في شارع الهرم. ايه الحكايه يا بص؟ الحكايه ببساطه مش هقولك كده؟ طب انا همشي بقى. تمشي؟ في ميكروباصات ايه كده شعبطه في اول واحد واتكل على الله. انا بتاعت ميكروباصات؟ ده انا هوقف اجدع تاكس. لا انا هقول لك حاجه، ممكن تاخدي ليموزين كده، بس والله ما تلاقي احن من عربيتي. اركبي يا بنت، اركبي يا بنت، بطل الصعبات. خد يا انت مين يالا؟ انا هقول لك انا مين. انا الحقوني، سالم بيتخانق، الحقوني، اجوا يا جماعه. يا نهار اسود، الحقوني يا جماعه، سالم بيتخانق، سالم. يا نهار اسود، يلا بينا. بسرعه هاتوا لي ولاد الابلسه. يلا يا رجاله، حاضر يا بص. سلامتك يا سلم، ان شاء الله تتشل ايديه. انا قلت ان انت هتيجي تقفي معايا وتضربي معايا، تقومي تسيبيني وتجري. ده وقت هزار ده انا اترعبت وخفت لا يكسروك. كسروني؟ خايف عليا؟ لا هخاف على امي. تعالى بقى لما اشوف ايدك بحط لك عليها تقلتوه. بس انت ضربت ضرب يا بص. انا كان نفسي بس يقفوا ويشوفوا كنت هعمل فيهم ايه. الحمد لله. يا ابني انت متصور ان انا لما رحت نزعت اللوحة من على باب الشقة دي كنت بعمل كده كان ايه؟ تصرف فجائي؟ حاجة يعني تصرف مجنون بعمله علشان ابقى بثبت ان انا نقلت ملكيتها؟ انت رجل قانون وفاهم كويس. احنا كلنا عارفين ان الشقة دي باسم حضرتك من وقت ما حضرتك اشتريتها بنفسك، والمفروض ان حضرتك فكرت انك تخصصها للأسرة او لحد من الأسرة، وعلشان كده وعدت بيها ميرفت وعريسها. الولد محسن ده انا ابتديت اقلق منه، ومش معقول انقل ملكية اسرة لشقة زي دي واسلمها الولد مش محل ثقتي. احنا ادينا له بنتنا وده اكبر مكسب بيدور عليه. يوسفني اقول لسعادتك ان المكسب اللي بيسعى لتحقيقه الولد ده هو شقة النيل، مش انه يناسب اسرتنا. سامحني يا بابا، اللي قلته حضرتك ده مفيش اي دليل يثبته. ما هو مش محتاج دليل يقدمه لنا علشان يثبت نواياه. ده واحد كاتب كتابه زي انت ما بتقول، احنا ادينا له بنتنا. ما هو ده اللي شاغلني. شغلك اصلك ايه؟ قصدي اللي ممكن تفكر فيه ميرفت. تفكر فيه ميرفت؟ انا مش فاهم. قصدي ان الشيطان يوسوس لميرفت، يوسوس لها ان احنا مش عايزينها تنفرد بالشقة هي وخطيبها. لا 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 لا، مش ميرفت بنتي. ميرفت بنتي